السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين القناة الأعزاء. جبنا لكم النهاردة رد فعل محمد صلاح في أول تدريب ليه مع يورجن كلوب النهاردة، استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله في الدوري الإنجليزي الممتاز. محمد صلاح طبعا احنا عارفين كان في مشادة كبيرة ما بينه وما بين يورجن كلوب في مباراة ويست هام. محمد صلاح ما كانش راضي يصافح يورجن كلوب، ويورجن كلوب قال له لو مش حابب تنزل ممكن ترجع تاني تقعد على دكة البدلاء. طبعا محمد صلاح اتغاظ، وصلاح قال له بعد سبع سنين عايز تقعدني على دكة البدلاء بعد كل ما قدمته لليفربول؟ زي ما احنا شايفين طبعا وعارفين القصة كلها. تعالوا مع بعض بقى نشوف محمد صلاح النهاردة في تدريبات ليفربول كان شكله ايه. متضايق، زعلان، ما بيتضربش بنفس، ايه الوضع بتاعه؟ يلا بينا نشوف تدريبات محمد صلاح النهارده مع ليفربول في وجود يورجن كلوب. يلا بينا. زي ما احنا شايفين محمد صلاح في تدريباته النهارده مع ليفربول بيضحك مبتسم، مفيش اي مشكله بالنسبه له. يا جماعه احنا كبرنا الموضوع قوي، لان طبعا دي بتبقى مشادات يعني وليده اللحظه ما بين اللاعب والمدرب بتحصل نتيجه الضغوط. طبعا شايفين ان ليفربول اضاع نقط كتير، ده غير ان هو اضاع بطولتين، كاس الاتحاد الانجليزي والدوري الاوروبي منه، كل ده في خلال اسبوعين. فطبعا في ضغوط كبيره جدا على اللاعبين، فما فيش اي مشكله. ساعات بتحصل مناوشات، وطبعا اكيد حصل مصالحه ما بين محمد صلاح ويورجن كلوب. الحاجات دي كلها بتحصل ما بين اللعيبه والمدربين، فمش عايزين نكبر الموضوع اكبر من كده. وكل التوفيق لنجمنا محمد صلاح، وكل التوفيق لكل اللاعبين العرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.